الكربون وكذا مش مدى. لكن أنا وجدت مثلا في رحلة ليون الإفريقي الموسومة بوسط إفريقيا، هذا الليون الإفريقي رحال مغربي وتعرض للأسر في إيطاليا وتنصر، سجن وتنصر، وطلب منه الملك إيطاليا والبابا أن يكتب كتابا يصف بلده، فكتب كتاب وصف إفريقيا. هذا وصف إفريقيا يتحدث عن عدد من المدن المغاربية والإفريقية، ويقول مثلا أن مدينة بجاية فيها 200,000 كانون. هذا المعيار نفهم أن معيار الكانون هو معيار إحصائي يدل على الأسرة، يعني فيها 200,000 أسرة. وهنا الباحث مثلا يفترض أن الأسرة الوسطية إذا كانت تتكون من 6 إلى 8 أفراد يضرب 8 في 200,000 يعطيك العدد التقريبي لسكان المدينة في تلك الفترة التي عاش فيها هذا اليوم. يعني الكانون هذا ماهوش فقط غير مدلول لغوي، راهو معيار إحصائي يساعد باحث. نرى عندنا مثلا زميلة في باتنا طالبة خدمت موضوع حول الديموغرافيا التاريخية في المغرب الأوسط، والعام الماضي اشرفت ثاني على طالب ماستر نجح في الدكتوراه تسجل تقريبا نفس الموضوع الديموغرافيا، يخدموا بهذا النوع من المعايير. انه في اشكاليه انه اصلا الكتاب عباره عن دراسه جديده. هنا كاين عندنا دراسه تاع فله مساوي القشاعي حول الاسره في العهد العثماني، وعندكم هنا نسخه راهي هنا عندكم في المكتبه فيها 3 أجزاء، طبعه تاع وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف مع وزاره الثقافه، طبعه سوداء واشاره حمراء. الأسرة في العهد العثماني موجودة الدراسة. علاش؟ الأسرة المادة تاعها تخرج من سجلات المحاكم الشرعية الموجودة في العهد العثماني، راهي مازالت مخطوطة، سجلات كبيرة لم تدرس كلها، خاصة بسجلات الوقف وسجلات عقود الطلاق وعقود الخلع، لأنه هذه هي اللي نخرجوا منها المادة. الإشكالية أنه تاع هذا الموضوع أن ابن خلدون اللي يعتبروه في كتاب العبر إنجيل وترجمان التاريخ لا يتحدث عن الأسرة. موسوعة تاريخية كبيرة لا تتحدث عن الأسرة، تتحدث عن الصراعات الصدامات كانت سياسية موجودة في بلاد المغرب الإسلامي. لكن كأسر نجد فقط بعض أخبار بعض المصاهرات السياسية بين الدول والممالك فقط. الإشكالية هنا أن المصادر التي تتحدث عن الأسرة هي مبتوتة متناثرة بين بطون المصادر. معناتها الباحث قد يجازف لقراءة 100 صفحة من كتاب واحد لا يجد إلا إشارة واحدة أو مصطلح واحد، يعني العمل تاعه مرهق ويتطلب صبرا ودراية بالمصطلحات، وحتى تضبطه منهجيا الخطة تتعبك في ضبط الموضوع، لأنه مادة قليلة متناثرة تزيد ترتفع، وعندك ضوابط منهجية مثلا في توحيد وتوزين فصول إلى غير ذلك. فهذا المعايير أنا درت هنايا مفهوم الأسر من خلال نظم المصادر الإخبارية، من خلال كتب النوازل الفقهية. وهذه النوازل الفقهية هي عبارة عن كتب جامعة مؤرخة لمجموعة من الفتاوى. هذه ماهيش مصادر كتبت للمؤرخ، هذه مصادر كتبها فقيه أو شاهد عدل. يعني كانت الناس تجي تترافع في الطلاق في الخلع في الملكية في النزاع في المصالحة في المعاوضة إلى غير ذلك. بعض الفقهاء دونوا هذه الفتاوى. هذه الفتاوى أصلا تكشف لنا عمق المجتمع الوسطي. فابن خلدون مثلا لا يحدثك عن